إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 22 من نوفمبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للفيتو الروسي وردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حوله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. البرلمان المصري يقر رسميا قانونا جديدا هو الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر. وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لهجمات الدعم السريع في ولاية الجزيرة إلى 69 قتيلا. أقر البرلمان المصري الثلاثاء قانونا جديدا للاجئين بعد مناقشات ومداولات استمرت لأيام. ويتألف قانون اللجوء المصري الجديد من 39 مادة، ويعد أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين في مصر، ويأتي متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقع بجنيف في 28 من يوليو عام 1951 حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وكان القانون قبيل إقراره رسميا قد أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي وسط مخاوف من أن يؤدي إلى توطين اللاجئين، وتأتي الموافقة عليه في إطار مساع مصرية لتنظيم وضع اللاجئين الذين ازداد عددهم أخيرا مع اندلاع الصراعات في المنطقة. وينص القانون الجديد على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، وتتبع لرئيس مجلس الوزراء وتعنى بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء وتقديم الدعم والخدمات والرعاية والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتضمن القانون التزام كل من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة وتتوفر فيه الشروط الموضوعية لطلب اللجوء بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله مصر. ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تضمن القانون تمتع اللاجئ في حال تم قبول طلبه بامتيازات، منها التعليم والعمل والحصول على وثيقة السفر وحظر تسليمه إلى بلاده. ويفرض عليه القانون احترام القيم ومفاهيم الدولة المضيفة، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو معادي لدولته أو أي دولة أخرى. ارتفع عدد ضحايا حصار قوات الدعم السريع لبلدة ودع شيف في الجزيرة بوسط السودان إلى 69 قتيلا، بينهم 42 شخصا قتلوا رميا بالرصاص، وفق ما نقل موقع سودان تريبيون. وأضاف الموقع أن قوات الدعم السريع كانت قد استباحت في نهاية الأسبوع الماضي منطقة ودع شيب في سياق هجومها الانتقامي على مناطق شرقية الجزيرة، قبل أن تفرض حصارا خانقا على البلدة وتقيد حركة المواطنين، مما أدى إلى أزمة إنسانية بسبب انعدام الغذاء والدواء. وقال بيان أصدره مؤتمر الجزيرة وهو كيان مدني يرصد الانتهاكات إن عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي ميليشيا الدعم السريع بقرية ودع شيب ارتفع إلى 69 شهيدا، حيث قتلت الميليشيا مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 42 منهم رميا بالرصاص، فيما توفي 27 آخرون جراء الحصار وانعدام العلاج. وأشار البيان
إلى أن القوات المهاجمة نهبت وروعت السكان وفرضت عليهم حصارا محكما. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للفيتو الروسي وردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حوله. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها لتداعيات ردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حول الفيتو الروسي الذي أفشل مشروع قرار الإيقاف الفوري للحرب في السودان. هذه الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس منذ اندلاعها في أبريل عام 2023 وأهلكت الحرث والنسل في كل ربوع السودان، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين في الداخل والخارج، فضلا عن انتشار المجاعة والأمراض التي تفتك بمئات من السودانيين على امتداد هذا البلد المضياف. ومع ذلك لم تجد هذه الحرب اهتماما كافيا من المجتمع الدولي، وعندما نقول اهتماما كافيا نقصد بذلك الاهتمام الذي يؤدي إلى حلول ناجعة تضمن وضع حد لإيقاف نزيف الدماء التي تسيل يوما بعد آخر، حالها في ذلك حال غزة. إلا أننا تابعنا في الآونة الأخيرة حراكا دبلوماسيا عالميا على صعيد المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة فيه، حيث طالعتنا وسائل الإعلام بأخبار الجولات المكوكية التي قام بها المبعوث الأمم الخاص إلى السودان رمضان العمامرة إلى كل من أسمرة والقاهرة، وذلك للتباحث مع قيادة البلدين حول إيجاد سبل حل دائم للحرب في السودان. إضافة إلى ذلك، شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، أولهما كان وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو إلى العاصمة الإدارية المؤقتة للحكومة السودانية بورت سودان. واللافت في هذه الزيارة أنها هي الأولى للمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان منذ تعيينه في هذا المنصب في فبراير الماضي، وهذا يعني أنها جاءت متأخرة كثيرا بالنظر إلى تعيين هذا الرجل في هذا المنصب قبل أكثر من 10 أشهر. وأفادت بعض التقارير أن الزيارة أرجئت في السابق بسبب بروتوكولات الحماية الأمنية بعد أن أغلقت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الخرطوم أبوابها بسبب القتال الدائر هناك. وهذا التأخير في زيارة البلد المعني بمتابعة ملفه تسبب في توجيه الانتقاد إليه من قبل البعض، إذ اعتبروا أن جولاته الخارجية إلى دول الجوار السوداني ولقاءاته مع النخب وقادات المجتمع المدني السودانية مقابل عدم القيام بزيارة مبكرة للسودان لم تكن ذات جدوى أو تأثير على وقف الحرب ومعالجة الأزمة السودانية، لانحصار دوره في لقاء النخب والقيادات المجتمعية في الخارج دون الوقوف عن قرب للاطلاع على معاناة المواطنين المتضررين من الحرب. بل واتهم البعض المبعوث الأمريكي من خلال تصريحاته المتكررة وحديثه إلى القيادات المجتمعية المتواجدة في الخارج التي ترى الحكومة السودانية أنها الحاضنة السياسية لقوات الدعم السريع، اتهمه بأنه يميل إليها ويدعم هذا الاتجاه، وأن ذلك يقلل من دوره ودور الولايات المتحدة في معالجة الأزمة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الفيتو الروسي وردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حوله. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. والاثنين الماضي وصل المبعوث الأمريكي إلى السودان إلى مدينة بورت سودان الساحلية في زيارة كسرت ذلك الجمود، والتقى برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار ووزير الخارجية علي الحسين وعدد آخر من كبار المسؤولين، إضافة إلى ممثلي الهيئة الأممية في السودان. وبحسب ما نشر موقع مجلس السيادة السوداني، تناول اللقاء المطول مع البرهان
آلية سبل إيقاف الحرب وضرورة فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في المناطق المتأثرة بالنزاع. وفيما يبدو أن الزيارة جاءت متزامنة في توقيتها مع جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وسيراليون يدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان. وصوتت 14 دولة لصالح القرار، بينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لإفشاله، مما أدى إلى انتقادات وملاسنات بين مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ومساعد مندوب روسيا الاتحادية من جهة أخرى، حيث قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن روسيا تشدد على أنها تؤيد الأفارقة وتقف إلى جانبهم، لكنها صوتت ضد قرار يدعمه الأفارقة ويصب في صالحهم، واصفة معارضة روسيا لتدابير ما أسمتها إنقاذ الأرواح بأنها غير مقبولة. أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فقد قال: لقد حال بلد دون صدور موقف موحد للمجلس، المعطل هو بلد واحد. وتابع: بلد واحد عدو السلام. هذا الفيتو الروسي مشين يظهر مجددا للعالم الوجه الحقيقي لروسيا. بينما شدد مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في معرض تبريره الفيتو على أن موسكو كانت تأمل في وقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان، وأن مشروع القرار لا يحدد المسؤول عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد، ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة، لافتا إلى أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، معتبرا أنه أمر غير مقبول. وأضاف: ليس لدينا شك في أن الحكومة السودانية فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الفيتو الروسي وردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حوله. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وبالرغم من فشل مشروع القرار في مجلس الأمن، فإنه ما زال يثير كثيرا من الجدل بشأن الأهداف التي يرمي إليها والقوة التي يمكن أن تمارس ضغطا على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتنفيذ البنود التي جاءت فيه، خاصة أنه ليس مشروع القرار الأول الذي يصوت عليه مجلس الأمن فيما يتعلق بالسودان، فقد سبقته قرارات بهذا الخصوص ذهبت أدراج الرياح، منها دعوة مجلس الأمن في مارس الماضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك لم يلتزم به طرفا الصراع. وفي يوليو الماضي أيضا طالب مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووضع حد للقتال في المدينة المكتظة بالسكان، إلا أن هذا القرار أيضا لم يجد الآذان الصاغية، مما يولد اعتقادا بأن هذه القرارات تندرج تحت المناورة الدبلوماسية لتبرئة صانع القرار الدولي من تهمة تجاهل الأزمة السودانية. ومع ذلك فإن ردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حول الفيتو الروسي تباينت بما يظهر مواقف وتمايز صفوف النخب الفاعلة من طرفي الصراع في السودان. ففي الوقت الذي رحبت فيه الحكومة السودانية بالفيتو الروسي عبر بيان خارجيتها الذي جاء فيه إن حكومة السودان ترحب باستخدام روسيا الاتحادية حق النقض، وتشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية، نجد أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم استنكرت الموقف الروسي في مجلس الأمن، وقالت إنه يشكل غطاء لاستمرار المذابح في السودان ويعوق جهود التصدي لأكبر مأساة إنسانية في العالم، ويترك الشعب السوداني يرزح تحت شبح الجوع والمرض والفقر. من جهتها وصفت منظمة الحارسات، وهي منظمة تضم مجموعة من النساء السودانيات، وصفت استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع القرار لوقف الحرب وحماية المدنيين بأنه معيب وإجرامي حسب تعبيرها. وأدانت المنظمة في بيان لها وفق ما ذكر موقع سودان تريبيون الخطوة الروسية، ووصفتها بأنها طعنة في ضمير الإنسانية، مضيفة بأن السودان يواجه حاليا
أسوأ كارثة إنسانية في العالم وأعلى معدل للنزوح، معتبرة الفيتو الروسي عائقا أمام تحقيق العدالة وإنقاذ أرواح المدنيين. في المقابل، قال أستاذ الإعلام في جامعة قطر عبد المطلب صديق في مقابلة مع موقع الجزيرة نت إن مشروع القرار ما زال يثير كثيرا من الجدل، كونه جاء بعد محاولات بريطانية عديدة بدأت منحازة لميليشيا الدعم السريع في البداية، ثم خفت حدة التماهي مع مصالح الدعم السريع على أمل الحصول على مواقف دولية تعطي بريطانيا وحلفائها مشروعية في اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه الجيش السوداني والحكومة. وعدد صديق أسباب الجدل التي أثارها مشروع القرار على النحو التالي: أولا، أن المشروع جاء دبلوماسيا ومتخفيا، حيث أكد تأييده اتفاق جدة، وهذا لم يكن واردا في القرارات والمواقف السابقة لبريطانيا وحلفائها في الملف السوداني. ثانيا، حمل مشروع القرار إدانة صريحة لقوات الدعم السريع خاصة في مناطق دارفور والجزيرة، لكنه يرى أن سبب الإدانة يرجع إلى الحرج البالغ الذي وقعت فيه هذه الدول مع تنامي جرائم الدعم السريع. ثالثا، يرى أن الإدانة أيضا انسحبت على الجيش السوداني، وتغيرت لغة مشروع القرار لتعود إلى سابق عهدها باستخدام مصطلح طرفي النزاع، وبالتالي المساواة بين الجيش الحكومي وميليشيا الدعم السريع. رابعا، يعتقد صديق كذلك أن مشروع القرار تخفى تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، وهو كما يقول في الواقع قفزة نحو الوصول إلى تسوية مدنية تحافظ على هيكل الدعم السريع بالوصول إلى اتفاق يضمن مصالح أطراف خارجية في السودان. خامسا، يعتقد أن مشروع القرار أعد على عجل، كأنه يستبق الوصول إلى حل سياسي قبل تورط الدعم السريع في مزيد من الجرائم، مما يحول دون الوصول إلى تسوية مرضية للحلفاء الخارجيين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الفيتو الروسي وردود أفعال الأوساط السياسية السودانية حوله. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وينقل موقع الجزيرة نت عن مستشار الرئيس السوداني السابق أمين حسن عمر قوله إن مسودة المشروع البريطاني حتى لو عدلت مرة أخرى لإغراء الحكومة والقوى السياسية بقطعة الجبن في أطراف الفخ، فإنها لا تزال تحمل الهدف ذاته المتمثل في تمرير شرعية ما للميليشيا، وكذلك حجز دور رئيسي لقوى الحرية والتغيير في المستقبل السياسي. وأضاف أن محاولة بريطانيا التجاوب الجزئي مع رؤية الحكومة السودانية إنما تهدف لإحراج مناصري رؤية الحكومة حتى لا يصوتوا ضد القرار المشبوه، ولكن جوهر المسودة لا يزال يساوي بين الحكومة والميليشيا بالكف عن الخروقات، وبريطانيا لا تزال تحاول أن تحجز للميليشيا مقعدا شرعيا في المستقبل السياسي القريب والبعيد. ووصل أمين حسن عمر إلى استنتاج بأن تأهيل الميليشيا كان هدف بريطانيا منذ سنوات، ومهما تغير التعبير والتكتيك فيظل المقصد ذاته قائما. فيما قال المختص في الجغرافيا السياسية عبد الرحمن عبد الله محمد لموقع الجزيرة إن هنالك أزمة توصيف للقضية السودانية، فالمجتمع الدولي ما زال مصرا على أن القضية هي أزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وأن نص البيان فيه نوع من الضبابية، حيث يحاول أن يجرم الجيش والدعم السريع على حد سواء. وأشار إلى أن الجيش السوداني لم ينتهك حرمات، ولم يتعرض للنساء أو الأطفال، ولم يجند الأطفال، وإنما فعل ذلك كله الدعم السريع، ولكن الضغط الإقليمي والمجتمع الدولي يحاولان أن يساويا بين الطرفين، وعجزا عن وضع مصفوفة مطالب تكون موضوعية وتكون موجهة للدعم السريع، واصفا قوات الدعم السريع بأنها لم تعد لديها هرمية أو قيادة مركزية، لكنها استحالت إلى مجموعة من العصابات التي لا رادع لها، وحتى الجنرال حميتي نفسه لن تنصاع هذه القوات لقراراته لأنها تقاتل من أجل المغنم فقط. وبين هذا وذاك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، فإن صياغة مشروع القرار وعرضه من الغرب وبريطانيا بالتحديد في ظل الأزمة القائمة بين الغرب وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا والدعم الغربي اللامحدود لأوكرانيا يجعل أي قرار تتبناه هذه الدول محل نظر بالنسبة لروسيا ما لم يتعارض مع مصالحها الأخرى، لا سيما وأن روسيا تربطها علاقة جيدة مع الحكومة السودانية الحالية، وتسعى إلى تعميقها من أجل الدفع قدما بمساعيها الرامية إلى إنشاء قاعدة عسكرية
أو محطة دعم لوجستي على الشواطئ السودانية في البحر الأحمر، ولن تجد وقتا أفضل من هذا الوقت للتصدي لمثل هذه القرارات التي تمثل تقويضا وتهديدا للحكومة السودانية الحالية، ولكي تسوق نفسها كحليف ومناصر، وهو ما سينعكس في علاقة البلدين مستقبلا، ويكون جاذبا لانفتاح الحكومة السودانية نحو روسيا في تأمين قدر من احتياجاتها العسكرية التي يفرض عليها الغرب، حظرا عجزت معه في تأمين حاجتها من السلاح مقابل استفادة روسيا من موارد السودان الأخرى. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. البرلمان المصري يقر رسميا قانونا جديدا هو الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر. وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لهجمات الدعم السريع في ولاية بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.